بكره يجي ان شاء الله على اخر اليوم هيكون ظهر قرار المحكمه او حكم المحكمه ايه. ايا كان انا بتقبله، والمفروض انا بحترم احكام بطبيعه عملي. فانا الحقيقه مش هعقب على الحكم ولا اقول ايه الموقف ولا اقول فتح باب المرافعه. الكلام ده يرجع رئيس المحكمة شخصيا هو اللي بيقدر كل الكلام ده، خاصة وإن تم طلب فتح باب المرافعة متقدم بعد حركة الحكم، بعد استنفاذها فترات طويلة قوي لطلبات مد أجل وطلبات من قبل كده برد القضاء، مرة واتفصل فيها ومرة وتوقف الدعوة بسبب رد القضاء واتحكى واتفصل فيها في الدعوة ثم طلب رد تاني. يعني دي هسيبها بقى لضمير المحكمة هي تحكم بما تراه. يعني أنا بحب أسبق الأحداث، لكن أنا بثق في عدالة ونزاهة قضاء مجلس الدولة إنه السند الوحيد للمواطن المصري. ثاني حاجة أنا الحقيقة بس بحب أعقب كابتن سيف على حاجة مهمة قوي. الناس كلها في مصر أو كل اللي بيظهروا على الشاشة مش واخدين بس حاجة مهمة جدا، إن طلب الحق في التقاضي أو اللجوء للقضاء ده حق دستوري أولا وحق قانوني ثانيا. يعني النهارده لما مثلا أحد السادة المذيعين يقول الدكتور محمد نزل عن الدعوة ده كده إهدار ومشاكل الكرة المصرية والفيفا بتهدد مصر بإيقاف النشاط، يا جماعة انتوا كده بتحرضوا ضد الدستور والقانون المصري. الفيفا على دماغنا من فوق، الفيفا منظمة دولية لا ترقى بقوانينها إلى مرتبة الدستور. ده اللي بحب أحط النقط على الحروف فيه، عشان إحنا في قصة هلامية كبيرة جدا محدش فاهم إيه وكله بيتخبط وكله بيتكلم أي كلام. أنا بحب أحط النقط على الحروف. اللي بيوجه للدعوة بإن أنا أترك حقي في التقاضي ده معنى كده إنه هو بيخالف القانون والدستور المصري أو الدستور والقانون المصري طبقا للأولوية في الترتيب. تمام؟ ثالث حاجة فيما يتعلق بقى بالتعويض، أنا من حقي التعويض لأن أنا شهر باسمي كمحامية. سيبك من إن أنا رشحت اتحاد الكورة، أنا ليا مكتب محامي اسمي كمحامية معروف، مكتبي معروف في اسكندرية، مكتبي معروف في القاهرة، مكتبي معروف في الناحية المجتمعية. أنا رئيسة جمعية أهلية بتعمل في خدمة المجتمع من سنة 2004. أعتقد أن أنا عملت إنجازات على مستوى الشارع المصري في الخدمات الاجتماعية والشعبية تؤهلني إن أنا أخذ مكانة محترمة. لا يجوز ان كل شويه حد يطلع في الفضائيات سواء عضو اتحاد كوره او رئيس اتحاد كوره او حد صحفي او مدير اعلامي او ايا كان هو ان يقول اصل محاله لجنه التاديب والانضباط. ده معناه ان انا لا افتقد التاديب وافتقد الانضباط، والكلام ده اهانه لشخصي واهانه لصفتي. تمام؟ فالحقيقه انا رفعت دعوه لان اخذت حكم تحديدا بالغاء قرار اللجنه دي والغاء قرار اتحاد الكوره اللي اخذه. ما برفع تعويض على يعني حضرتك بالفعل اخذتي حكم بالغاء القرار. انا اخذنا حكم بالغاء القرار. الحكم اعلن للسيد الوزير، وكان رد اتحاد الكوره المصري لما اعلن له الحكم رافع عامل لجنه، راح مقدم الموضوع للجنه التاديب والانضباط تاني، وراحوا واخدين قرار بالشرط. انا الحقيقه برضه نتيجه للكلام ده رفعت دعوة تعويض، لأن الكلام ده حكم قضائي ملزم للجميع. أحكام مجلس الدولة طبقا المادة 151 من قانون مجلس الدولة غير قابلة. طب دكتورة ماجدة، هو في حتة معلش برضو أسأل حضرتك فيها، حضرتك أدرى مني بالقانون، ولكن هو برضو إحنا حضرتك في مجال الكرة على حسب معلوماتي الضعيفة اتحاد الكرة بيتبع الاتحاد الدولي أو الفيفا بلوائحه. النهارده حضرتك اللوائح الفيفا بتمنع اللجوء للقضاء، وده كان برضه وجهه الدكتور فندم. عشان انا بس انت حضرتك من الشخصيات المحترمه اللي بحب اتناقش معاها، لانك انت ذهنك متفتح. انا بتكلم معاك بالمنطق. ما انا بتكلم بالمنطق والله. الفيفا لو هيروحوا تطبق على جميع الاتحادات التابعه ليه في كل الاتحادات المحليه اللي تابعه ليه، اوكي؟ فيما يتعلق في البند محطوط كده في اللائحه فيما يتعلق بعناصر اللعبه. عناصر اللعبه معروفه على سبيل الحصر. انا مش من ضمن هدي لحضرتك حاجه. لما حضراتكم في اتحاد الكوره خدتوا قرار بشطبي من ايه؟ انا مش عضو جمعيه عموميه، شطبتوني من ايه طيب؟ تمام. اديني حاجه سؤال. تاني حاجه، لما حضرتك اقصى ما حضرتك هتعمله معايا كاتحاد كوره لما اجي يتعمل دعوه لجمعيه عموميه ودعوه لانتخابات ان انا ما اقدمش اوراق ترشيح، هقدم اوراق ترشيحي
وبالحكم المحكمه اللي معايا هيقبل اوراق ترشيحي غصب عن اي حد لان ده حكم محكمه. طب اسال حضرتك يا فندم سؤال. تمام، اسال حضرتك بس سؤال تاني عشان نتفاهم. ما هو ده يا فندم السبب برضو اللي دكتور كرم اما راح قعد مع الفيفا، لقى ان الموضوع هيبقى مشكله في دخول الانتخابات على حسب فهمي الضعيف. ما اعرفش انا بتكلم صح ولا غلط. يعني حضرتك لو جيتي حضرتك انا برد على حضرتك. اتفضلي. الدكتور كرم اخر لنفس الصفه عندي. كرم ليس عضوا، مش احد اعضاء الجمعيه العموميه. الدكتور كرم احد المرشحين. يبقى اللائحه نفسها فيها عوار يا فندم او فيها مشكله يا فندم لازم تحدد. هو حضرتك بتطبق الكلام ده على اعضاء الجمعيه العموميه ولا بتطبق على المرشحين؟ لو بتطبق على اعضاء الجمعيه العموميه مثلا زي الدكتور هيمات خدوان مثلا، يبقى من حقك تقول له لا ما يجوز ليك تقول القضاء، بس هو من حقه يقول حاجه ثانيه، حقه يقول انا بلجأ للقضاء فيما يخص خطأ واجراء خاطئ في الترتيب للعمليه الانتخابيه. هنا ما دخلناش في عنصر لعبه كره القدم بقى اللي بيتكلم عنها الفيفا. هديك مثالين يا فندم من الكلام ده. الاتحاد البولندي حلته الدوله بسبب فساد في الاتحاد البولندي. الاتحاد البولندي ارتكب وقعه فساد، تمثل في رشوه واخطاء ايا كان، ارتكب جنايه. كويس؟ لما تم حل الاتحاد البولندي بمعرفه الدوله، الفيفا هددت بولندا بالمنع من الاشتراك في الانشطه الفيفا، وهددت بولندا بحرمانها من الانشطه. كانت النتيجه بعد عرض الموضوع على الفيفا، الفيفا تراجعت وقالت لا ده موضوع ما يخصناش، يتعلق باجراءات جنائيه تمس القانون البولندي ولذلك لا دخل للفيفا فيه. كلام محترم. نفس القصه نادي مانشستر الانجليزي حصل مشكله بينه وبين الحكومه البريطانيه. كويس؟ رفع من حقه ينظم حفلتين. لما الحكومه ما رضيتش تخليه ينظم حفلتين، راح واخد حكم على رفع دعوه على الحكومه الانجليزيه واخذ حكم ضدها. هو كده لجأ للقضاء العادي. لما لجأ للقضاء العادي الفيفا هددته وقالت له انت ازاي تلجأ للقضاء العادي؟ قال له احنا الحكومه الانجليزيه بنفسها اللي هي كان ضدها الحكم ردت وقالت يا فيفا التزم انت تختص بقواعد اللعبه وعناصرها وتلتزم ما يخص الاجراءات. انا اديتك مثالين في انجلترا ام كره القدم، واديتك مثال في بولندا اللي دخلت كاس العالم اكثر من مره. هو بص يا فندم انا في القانون ما اقدرش اناقش حضرتك. انا بقولت لحضرتك من الناحيه انا اقصى حاجه اسلم عليك واشكرك. صيغها كابتن سيد، انا بحترم عقليتك. ربنا يخليك. انا مش بكلمك على انك عضو اتحاد كوره، انا لا يا فندم خالص على المستوى الشخصي. صيغها قانونا، قولوا لي انا اتشطبت من ايه؟ وليه الوزير لم ينفذ قرار الشطب؟ عند حضرتك حق والله، بس هم يردوا. انا اعلامي ومذيع بس محايد نطاق اتحاد الكوره. انا بكلم حضرتك كابتن سيف زاهر الاعلامي المحترم. ربنا يخليك. انا طبعا يعني هجيب اي مسؤول دلوقتي فعلا يدي حضرتك رد. انا مش عارف، ولكن طبعا وجهات نظر حضرتك محترمه وفي حاجات طبعا حضرتك ادرى بيها.